المغرب الوطني يواصل استعداداته للاستحقاقات القادمة وسط تركيز كبير من الطاقم التقني على الجاهزية البدنية والانسجام الجماعي. مصادر رياضية أكدت أن المدرب الوطني يراقب عن قرب أداء عدد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية تحسباً لأي تغييرات محتملة في اللائحة القادمة. الجماهير المغربية من جهتها تترقب المرحلة المقبلة بطموح كبير، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في السنوات الأخيرة والتي رفعت سقف التوقعات. فهل ينجح أسود الأطلس في مواصلة كتابة التاريخ؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة. نادي الوداد الرياضي يدخل مرحلة حاسمة من الموسم في ظل ضغط المباريات وتطلعات الجماهير الحمراء لتحقيق نتائج إيجابية محلياً وقارياً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المغرب يواصل بثبات مساره نحو المستقبل. الطاقم التقني يركز خلال التداريب الأخيرة على تصحيح الأخطاء الدفاعية وتحسين الفعالية الهجومية بعد تذبذب الأداء في بعض المواجهات السابقة. جماهير الوداد تطالب برد فعل قوي يعكس قيمة النادي وتاريخه، خصوصاً أن المنافسة هذا الموسم تبدو أكثر شراسة. فهل يكون القادم أفضل للوداد أم تستمر المعاناة؟ النتائج الأخيرة خلفت تساؤلات كثيرة لدى الجماهير التي تطالب بتغييرات تعيد التوازن للفريق وتضمن المنافسة على الألقاب. ورغم الصعودات يظل الرجاء نادياً لا يستهان به وقادراً على العودة بقوة في أي لحظة كما عود جماهيره عبر التاريخ. فهل نشهد صحوة خضراء قريبة أم أن الطريق ما زال طويلاً؟